قصة نقلها الشيخ عباس الحلفي جزاه الله خير، قصة واقعية حدثت وياه قبل كم سنة. يقول كان عندي مجلس بالقرمة بالبصرة بحسينية الزهراء سلام الله تعالى عليها. يقول المجلس كان بذكر مولاتي رقية سلام الله تعالى عليها. بس أنا أريد خلي قلبك يفتح، خلي روحك تنتقل إلى مولاتي، وكلكم مفارقين عوائلكم وأطفالكم، وكم ليلة صار لكم ما شايفينهم، 15 ليلة تقريبا، وأدري قلبك ممرود على جهالك ومشتاق لهم. يقول قرأت المجلس على مولاتي رقية سلام الله تعالى عليها. طبعا الشيخ يقول لي لحد الآن الرجل موجود، حتى تليفونه موجود اللي سولف للسالفة. يقول المجلس على مولاتي رقية، صارت بي عبرة، بس أكو من بين الموجودين ولد شاب بعده، يقول بكاء شديد يبكي من بداية المجلس لنهايته، تأذى خطية. يقول خلصت المجلس صعد الرادود يقرأ هم على مولاتي رقية، ما قطع البكي هذا الرجل. يقول طلعت برا أنا أغسل، أكو يقول ديوانية بالحسينية، ديوان خارج الحرم مال الحسينية. يقول هو لحقني، يقول شبقني وظل يبكي. يقول قلت له أنت شنو قصتك؟ قال لي شيخنا أقسم عليك برقية تظل قاعد دقائق وأجيك. يقول أنا هم ظليت هو يدخل الشيخ، يقول شربت الجدار ظليت قاعد. يقول دقائق اجى هذا الشاب وياه بنية صغيرون، يقول البنية عمرها تقريبا لو 3 سنوات لو 4. يقول البنية ملبسة هذا اللباس أيام محرمة أو أيام حجاب أسود وملابس سود. يقول طالعة من جو الحجاب شعر أصفر. يقول البنية كانها طير على قولته كانها حمامة. يقول أنا هم بس شفتها سبحان الله. يقول قال لي شوف شيخنا هاي باع لها هاي البنية، هاي تستاهل تموت. يقول أنا بكيت الواحد. يقول قلت له شنو يا ستار؟ يقول هو يسولف ويبكي. قال له شيخنا هذه قصتها عجيبة، هاي ماتت الطفلة انتهت. قال له شلون؟ قال له هاي كبرت بيناتنا وشوف شكلها شلون جميل، شلون ما نتعلق بيها. قال له تبين صار عندها اضطرابات، سوينا فحوصات عندها فد مشاكل بالصمام بالقلب، مشاكل بالقلب مستعصية. لا ظلينا نسوي تحاليل وإيكو وغيره، لا قضيتها منتهية ما صير لها شارع. يقول احنا متعلقين بها. يقول ما خلينا مكان طبيب انترنت نتصل بالدكاترة بغيره انه على علاج ما يصير لها شارع. يقول الى ان حصلنا اكو دكتور ببريطانيا قال له انا اقدر اسوي العملية، وين كانت العملية نسبة نجاحها ضعيفة. قلت لك الولد موجود بالقرمة حاليا. لكن شنو المشكلة؟ المشكلة انه ما يقدرون يسافرون وياه بريطانيا. شاف اكو علاجات تصير عن طريق الدولة وغيره، يروح بس المريض بحد. لازم شنو الطفلة من سوريا ياخذها موظف حكومي بريطاني الجنسية، ياخذها هو هذا ياخذ الطفلة ويروح يسوي العملية شهر واكثر من شهر ويرجع، ونسبة نجاحها ضعيفة. شلون يقدرون يفارقون طفلتهم؟ يقول ما قدرت، يسولف للشيخ هو يقول ما قدرت ان اقنع زوجتي، ما قدر منا ما قدر. يقول نخيت العالم، نخيت اهلها عمامي غيره، الى ان بعد اللتية والتي اقنعوها. يقول سافرنا سوريا، يقول سافرنا سوريا هو وزوجته وبنتين.
يقول زرنا مولاتي زينب سلام الله تعالى عليها، وزرنا مولاتي رقية وطلبناها منهم، إلى أن وصل موعد مجيء هذا الموظف الحكومي. يقول الاتفاق أنه الساعة ب12 الظهر تنزل الطيارة بالمطار، ينزل هذا الشخص ودوا له صورته ومواصفاته بالانترنت انه اسم هذا الشخص كيت كيت، يجي هو يستلم البنية، يسولف له وهو يبكي طبعا. يقول له رحنا احنا للمطار، قاعدين بالمصطبات مال الانتظار، يقول عيوننا تهمل ما ندري بيهن، يعني ما نشعر بيهن. يقول نباع الطفلة شلون تلعب، يقول احنا عيوننا الصب، شلون نفارق الطفلة وما ندري ترجع عدلة او ميتة ما ندري، او طفلة كانها وردة. يقول اباوع للساعة كل ما تتقرب ل12 قلبي يقبضني، الى ان يقول صارت الساعة ب12، يقول انا ظليت الوم. يقول مو ب12، يقول كان ملك الموت نزل علي. يقول اباوع للطفلة واباوع للساعة، شلون راح تروح الطفلة بحدها ويسووا له العملية، لو ترجع عدلة لو ميتة. اي خلي اسمع دموعك، فدو اروح لك استأنس والله. يقول اباوع صارت ب12، يسولف له يقول له مرتي انتهت. يقول الطفلة ما نقدر نهدها تلعب، يتكاظينها ويتلعب بها خطية الطفلة. يقول انا ظليت ساعة اوقف ساعة اقعد. يقول لا شفت الشخص اللي معني اللي دزوله صورته نزل طبل قاعة مال الانتظار. يقول والله يسولف له يقول له من طب ظليت ادور وجهي اقشم روحه على قولته حتى ما اشوفه. الطفل عزيز يا ابا عبد الله، ساعد الله قلبك يا مولا يا ابا عبد الله الحسين. يقول اجا هذا، يقول شفته عرفته، ظل واقف بمكان. يقول شلون افرغ الطفلة من امها، يسولف له يقول له انا شفته ورجعت لامها. يقول اريد رجلي تعيني اوصل للطفلة اشيلها ما اقدر. يقول مسحت دموعي حتى لا تشوفني مرتي همه. يقول عودة صرت قاسي شوية، رجعت. يقول قوة حست الطفلة بهذا الامر. يقول ارد افرغ ايدين الطفلة من امها ما اقدر. يقول قلت لها ما يخالف زين قوم انا وياك. يقول قنعت زوجتي انه تقوم والطفلة بيدها وانا مكاظم. يقول انا كاظم ايد اليمنى للطفلة وما كاظم ايد اليسرى. هي تقول لي بابا بابا وين موديني بابا؟ شايفين البنية حركاته شلون حليوة؟ بابا وين موديني؟ يقول لا فرغت ايدي من عندها، بديت انه انا اجرها من امها. يقول قامت تصيح ماما يا زهراء يا زهراء. يقول قعدت زوجتي بكرسي. يقول قوة عديت الطفلة من عندها بس مرتي ما ادري بيها، مغمي عليها عدلة ما ادري. يقول شلتها، من شلتها تمشيت شوي وصلت قريب لهذا الموظف الحكومي اللي ياخذ الطفلة. يقول احس بروحه انا خنق بالطفلة، خنق قد ما يشبك عليها ماكو، يخنق بيها خنق خطية. هي تقول له بابا لا تهدني، بابا لا تعوفني. الى ان يقول بعد ماكو وقت الطائرة هذه، هي القصة طويلة. يقول الى ان اخذ الطفلة من عندنا، بس الطفلة تصيح بابا تصيح ماما. يقول انا يوم رجعت لمرتي لقيتها بين الحياة والموت بس النفس. يقول قلت اذا نظل هنا بالمطار راح نموت، خلنا نطلع. يقول نطلع، هي تبكي وانا ابكي، هي تنحر. لا يقول ظليت اسحلها سحل على قول. طلعنا يقول لقيت تاكسيات، وقفت التاكسي بس ما قلت له وين، ما ادري وين، لا شعور. يقول فتحت الباب وصعدنا، هو هم قال لي وين؟ يقول انا بس اباوع له وابكي. السايق جزاه الله خير حس انه عندنا مصاب، عندنا مصيبة، عندنا مشكلة،
يقول هو حرك شوية قال لي يا أخ شوف هاي المنشات، يقول تقريبا 15 16 منشاة. قلت له إي وأنا أبكي. يقول قال لي هاي المنشات تدري وين رايحة؟ قلت له وين؟ قال لي رايحة للسيدة رقية. يا زهراء أهل البيت نبهوه. يقول أنا هم بكيت، قلت له حم الله واديك على الحكاية ودينا. يقول رحنا وصلنا المرقد مولاتي رقية سلام الله تعالى عليها. يقول من نزلنا يقول مرتي صارت ذكية، قالت لي انت وين رايح؟ يقول قلت لها نطب نزور نطلب من رقية ترجع لنا بيتنا. قالت لا انا ما اطب ازور. ها ليش؟ قالت لا خليني هنا اشبع بكي على بنتي مو على بنت الحسين، اشبع بكي على بنتي واكمل واغسل وجهي حتى من اطب ابكي على رقية بنت الحسين مو على بنتي. يقول قعدتها بكت يقول بكينا خوينا. يقول غسلت وجهها قالت لي بس قبل لا اطب عندي شغله. قلت له قولي. انا يقول بس ارد اصبر عليه، تعرفون الرجل قلبه اقوى من المرأة الام. يقول اباع المرتي راحت اشترت لعابات. يقول راح اشترت لعابات وخاولي مال اطفال وغيره وقالت لي خنطب. يقول طبينا زرنا ظلت تسولف ويا رقية. يقول ما اعرف ايش تحكي مرتي، خفت السودنت. يقول رجعتها للفندق، ظلينا يومين ثلاثة رجعنا للعراق. بس يقل له 5 ايام ما ادري 6 مرتي تقريبا السودنت، لا تاكل لا تشرب لا غسلت وجهها لا سبحت وحتى صلاة ما صلت. يقول شبه ميتة شبه مجنونة. يقول أنا أشرد الصبح أجيب الليل من البيت. الطفل عزيز. يقول أرجع ألقاها خاوية ممددة طايحة. يقول بس بكي لا عيون ضالة تبكي وتون على بتها. يقول أنا شو أسوي؟ ظلت يقول أودي على أهله يحجون وياها أيسة. يقول حتى خربوا وياي قالوا عمي أنت ومرتك أنتم سودنين. يقول أيست أنا. يقول ذاك اليوم نمت ورا 6 أيام ورا ما سافرت الطفلة أو 7 أيام. يقول نمت تعبان خليت مرتي بين الحياة والموت. يقول تنحب. يقول أي أنا تعبت بعد نمت. يقول ما حسيت إلا إيدي تقعدني أقعد. يقول فتحت عيني هاي مرتي بس يقول أباع لها العيون مفتحة سابحة مبتشرة وجهها. اقعد تريق مسوية لي ريوق. يقول اسبوع لا اكل ولا شاي ولا ها. قالت له اقعد تريق اقعد مبتشرة مرتي شحده. قالت لي قاعد يقول تريق. قلت شني؟ الظاهر شافت رؤية بس ما سولفت. قلت له ما اقول لك شنو شفت بس خلص اتصل على بتنا بريطانيا. ياباني يوميا اتصل ما جاي احصل على النت. قال له اتصل جاي اقول لك تحصل. يقول سبحان الله فتحت النت. يقول اتصل بمن؟ بهذا الموظف الحكومي. سلام عليكم. سلام هنا شلون انت؟ شنو الاخبار؟ بنتي وين؟ عدلة ميتة؟ قال له عمي بنتك كل زينة وجاي تلعب. يقول حط النت هذا التانجو ما ادري شو يسمونه هذا صورة وصوت. يقول ابو علا تلعب. يقول شلونك بابا تحاكيني؟ يقول قلت له شنو هاي؟ شنو صار؟ يقول احنا نبكي ما ندري. قال له اول شيء سوينا عملية كل زينة وان شاء الله كم يوم نرجع. شلون ترجعون؟ قال له بنتك كل زينة واقاربهم وياها اقاربكم وياها من المطار لحد هسه وياها موجود.
قال له يا وقارب منين نقارب؟ قال له عمي يومية تلعبها وتوكلها. هي القصة طويلة، الحاصل رجعوا بعدين. الشيخ خطية الشيخ عباس يقول لي أنا قعدت بالتراب، يقول أبوها أبو الطفلة قال لي أنا بعد ما كمل خيي أسألها هي، يقول قلت له بابا عمو سولفين يا أم قاربكم، قالت له عمو قاربنا الزهراء. صيح يا زهراء يا زهراء. قالت له عمو انا بس عافاني ابوي، الزهراء كاظتني من اليسرى وهذا الولد كاظ من اليمنى، صعدت وياي بنفس الكرسي بالمستشفى تلبسني وتوكلني وتجيب لي ملاعيب. مولاتي يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة، أين كنت أين كنت عندما وقعت مولاتي رقية من على ظهر الناقة، ومولاتي زينب تباوع وتدور بين الأرامل والعيال واليتامى. مولاتي يا زهراء مولاتي زينب ما لقت رقية وهي أمانة من مولانا العزة، عزيزة رقية على قلب مولانا العزة، وان كنت من صاحة مولاتي زينب يم الحسن يم تعالي تعالي، وشوف كربلاء سواد ما يأبى يابا مصيبة لا ضمير الدين، يابا 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 لما الحارس يزيد الطش، يابا شبقت راس بوصي، يابا يابا وعلى راس الصبط ماتت رقية. حسين 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 حسين